السلام عليكم الطلبة. كيهدف الفصل الأول من الإطار النظري العام للقانون الإداري إلى تقديم لمحة شاملة على الإطار النظري للقانون الإداري من خلال التعمق في مفهومه وعلاقته بفروع القوانين الأخرى، بالإضافة إلى استعراض أسس تطبيقه. ففي هذا الفصل غنستعرضوا ثلاثة المباحث أساسية. كيتناول المبحث الأول التصور النظري للقانون الإداري والإدارة، مفهوم القانون الإداري من خلال تعريفه والتمييز بينه وبين القانون الخاص، إضافة إلى تعريف الإدارة بمدلوليها العضوي والوظيفي، ثم يوضح علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى سواء كانت من القانون العام كالقانون الدستوري والمالي وعلم الإدارة، أو من خلال القانون الخاص كالقانونين المدني والقانون الجنائي. أما المبحث الثاني فغنتحدثوا على مصادر وخصائص القانون الإداري سواء كانت المكتوبة كالشريعة والدستور والمعاهدات، أو غير المكتوبة كالعرف والمبادئ العامة للقانون والاجتهاد القضائي. ثم غنوضحوا خصائصه الفريدة مثل حداثة نشأته وكونه قانونا قضائيا وغير مقنن. وأخيرا غيختص المبحث الثالث في أساس تطبيق القانون الإداري بتحديد المعايير التي تحدد مجال تطبيقه، وهي معيار السلطة العامة، معيار المرفق عام، والمعيار المختلط الذي يجمع بينهما.